كام نقطه هقول لك عليهم اياك تعملهم في تشطيب بيتك، لانها هتكون خطر على حياتك، او هترمي فلوسك في الارض، او انها هتعمل لك صداع ووجع دماغ وعمرك ما هتكون مرتاح في بيتك. اول حاجه، لو عندك سخان غاز اكبر من 6 لتر فلازم تعمل له هوايه. يا جماعه ما ينفعش نستهين بتعليمات الشركه، الموضوع ده فعلا خطر على حياتك. تاني حاجه، لو انت عندك حمامين او 3 وعايز تعمل سخانات فوريه فلازم يكون معاك عداد كهرباء على الاقل 3 فاز. تالت حاجه وممكن نضيفها لاول حاجه، ان انت لازم تعمل سنسور للغاز، ودي نقطه مهمه جدا وما بقتش رفاهيه اليومين دول. رقم 4، ما تركبش بورسلين كبير 80 مثلا في 160 او اكبر من غير محاره، في الحاله دي بجد بترمي فلوسك في الارض. النقطه اللي بعد كده، ما تسترخصش في بند الجبسن بورد، لان باختصار محدش انصح من حد، الفني في الاخر هيجيب لك صاج ضعيف، وفي الاخر ممكن تلاقيه واقع وانت قاعد. سادس حاجه وهي اهم حاجه وممكن تأرقك فعلا طول ما انت قاعد في شقتك حتى لو انت شطبت، بند المحاره. بند المحاره لازم يتعمل كما يجب ان يكون. لو انت مستلم الشقه على الطوب الاحمر، تأكيس وزاوية وتربيع وصنايع شاطر واستلام كما يجب ان يكون، هيريح بالك وهيخليك بعد كده مرتاح. رقم 7 وهي مهمة جدا برضو، ان انت لازم تعمل بند المباني كما يجب ان يكون طبقا للكود وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة، لان باختصار هو ده البند اللي فعلا هيفرق معاك في وجود شروخ من عدمها. ولو انت مهتم بالتشطيبات اعمل سيف للفيديو، لانك اكيد هترجع له بعد كده.